الله وبركاته. عاملين يا جماعه؟ يا رب تكونوا كسروا بخير. النهارده جاي اتكلم عن الناس العائله المشوقه اللي انا يعني باخدهم محتوى كده كل كام فيديو. انا ممكن اخلي بالك اخدهم محتوى طول لكن انا لا باخدهم يعني واحده واحده كده. جايب لكم النهارده فيديو ليهم، فيديو غريب الشكل، غريب الطبع، غريب كل حاجه، معرفش ليه، مش عارف ليه. فيديو بيقول بنت صغيره تنقذ اختها الكبيره. شوف حصل ايه. طبعا احنا متعودين على العيله دي ان هي بتقول اي كابشن فيديو، يعني الكابشن ده شبه ايه؟ اكتب عنوان الفقره، او اكتب مثلا عنوان الباراجراف ده، تكتب اي حاجه، تكتب مثلا شجره، واعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس وشاركوا كل اصحابكم عشان يوصلوا كل جديد. ويلا بينا يا جماعه نشوف الفيديو الجاحد الفاجر ده. يلا بينا. سبسكرايب ناو. انت اشتغل شغلانه شريفه وحلوه واي واحده تقبل تتجوزها. انا مش هسيبها على فكره، انا بحبها وهتجوزها غصب عن اي حد. هو بدأوا الفيديو بواحده بتقول اصلا امنيه قوه، يعني لو انتوا مش عارفين امنيه قوه بتقول انا اختي مش سيبها تتجوز اي حد وكده، وقال غصب عنكم بلطجي. هو حاطط جنزير واحد، مش واحد، لا هو حاطط يعني هو شاري محل الجنازير كله وحطه في رقبته. وبعد كده بقى ما توقفنيش تاني وانا ماشيه. بحبها. امنيه قوه طبعا بتنفعل وبتديه بحب الاخراج اللي هو سبسكرايب ناو. بحبها. انا مش هتكلم معاكي، بس انا مش هسيبها. خلي بالكم مش هسيبها عشان بحبها. لا بجد محمود الجمل مثل دور البلطجي بشكل جاحد، بشكل انا صدقته. انت تمثل دور جميل، انت جميل قوي محمود الجمل بجد. طبعا عارفين حركات البلطجيه بتتعمل ازاي، اللي هي دي حركات بلطجيه من زمان جدا. علشان عليكي خايف، علشان عليكي خايف، وهواكي اقوى مني وانا غيرك انت شايف. طبعا يا بخت الاطرش، هو تقريبا جاي يحط موهبته عندنا. عارف انت اللي هو مكتشف المواهب محمود الجمل. لو عندك موهبه هطلعك في الفيديو من غير ما اقول اللي عندك موهبه، واخليك تغني كأن الناس مش عارفه ان انا مطلعك عشان عندك موهبه. وهتشهر بقى وما تشهرش برضه. خد يا نجم عاوزك. ايه يا عم؟ انا رجلي وجعاني. في شنطه على العربيه ديت هتجيبها لي، بس مش هقدر انط اجيبها عشان رجلي العربيه بس. اللي هناك دي؟ ماشي. ده صوتك حلو جميل، برافو عليك حبيبي. برافو حبيبي. معلش ماشي، معلش اطلع نط هاتها. هو حرامي محمود الجمل، فهو تقريبا بيلقط اي عيل في الشارع يقول له هات الشنطه هناك، كأن عيل هو اللي سرقها. بقول لكم اخراج جاحد. هو محمود الجمل لو سرق منه حاجه مخرج، فلازم يحط التاتش بتاعه. ايه في حاجه؟ طبعا الولع عمال يدور على الشنطه، يعني هو من اول اصلا بصه المفروض يشوفها وما يشوفهاش، يعني اللي هو شنطه اهي او مفيش خالص، هو مش صندوق يعني العيله الكبيره. مفيش حاجه موجوده يا عم. مفيش حاجه؟ راحت فين؟ ماشي. عارف هلا انا عامل الباسورد بتاع تليفوني ايه؟ 10 وحايد. ازاي 10 وحايد؟ هم اصلا 4 ارقام بس. 4 ارقام؟ طب انت كاتبهم ايه؟ 4 خمسات. يا جدعان على الاخراج، عامل كل ده والحوار ده كله عشان الباسورد. يا لهوي انا دمعت. 4 خمسات؟ انا كنت مفكرهم 4 ستات. هاي دمك خفيف. اخلع على يلا. خلاص يا عم بالراحه، انا غلطان. يا بنت السلطان حني على الغلبان. بتقف له ليه؟ يعني انت مثلا عارفه ان هو بلطجي، وقفتي له ليه؟ ما يا اما بقى تضربيه يا اما تمشي. ما هو هتعملي ايه؟ انا مخرج من زمان، انا متربي مع محمود الجمل. والميه في ايديكي والاسطوره عطشان. يا بنت السلطان. وبعدين يعني كل ما حاجه اعدي من هنا هتضايقني. انا مش هسيبك على فكره مش اصول اللي انت بتعمله ده. بحبك واموت فيك ومش هسيبك. تقريبا دي ندى اخت امنيه قوه اللي في الاول، وهو بيحبها ووقف امنيه قوه باختها الصغيره وقال لها خليني اتجوز بنت اختك. امنيه قوه قالت له ما توقفنيش تاني ومش هخليك تتجوز اختي. انا كيف فهمت الحوار. هتجوزك يعني هتجوزك. انا عايزه اقول لك حاجه، انا في واحد متقدم لي بيلعب حديد، هيمسكك كده ينططك في الارض. بي انا؟ ايوه انت. والله ما دخلوا البيت عندكم. لا ياما ولا من النهارده هقفلوك تحت البيت عندكم. لا ما تخوفنيش، انا ما بخافش من الاشكال طب دي. هتشوفي. وكله ده ما عندكش دم اللي انت وزعلك بتعمله انت كوم. كله انا مش عارفه كوم. حاجه. وزعلك انت كوم. ما اعرفش ماله ده، دماغه فيها حاجه ولا اتكلي ايه؟ على الله
ولا تزعل مني. اتكلم بالراحة، اتكلم انا بأحسن وخطيبتي من كده. انا وخطيبتي انت مالك؟ انت بتهزر ولا ايه؟ انا اخطب الاشكال دي اصلا؟ قولي لي وماله ايه من اللي حصل الاشكال طيب؟ دي؟ كل ما اعدي من هنا يفضل يضايقني ويفضل يقول هجوزك. طب انا يا جماعه صدعت من الفيديو، الكلام كله دخل الساعه اصلا 3 الفجر وعايز يحدى ينام ومش قادر يعني. ما تعصبوش الواحد اكتر من كده يا جدعان، ما تعصبوش الواحد اكتر من كده بجد. روحي اعملي محضر في القسم. محضر لي. يا لهوي يا جدعان، قالت فكره موت، اعملي محضر في الاسم. في ازاي واخراج محمود الجمل، انا نفسي يخرج فيلم هيفشل. انا هصوره وانزله على النت. تصوريني انا؟ هصورك انت، هصور نفسي يعني. طب صوري كلكم بص لو وزعلك سمحت، انتكم. بص الاشكال. الاشكال قولي لي ايه مالها؟ اللي حصل معاكي كده؟ هقول لك ايه اللي حصل. هو بصراحه ضحكني يعني، الاثنين عبط من بعض يعني. طول واحده يعملي محضر يا لهوي، الفكره ما كانتش على دماغها الثانيه. واحده مطلعه تليفون وفيديو اصلا من 3 سنين، او قبل ترند ان اي حاجه مشكله تصورها وكده، فان هي يفكر الاخراج ان هو يحط الفكره دي. تعظيم سلام. اوه ظهور مفاجئ لمسمار، ظهور مفاجئ لمسمار. مسمار كبر وبقى سمور. خد انا تعالى. ايه يا عم؟ انت ابن مين؟ ابن منى. انت ابن منى؟ ايه ده؟ ابن منى. ابن منى. عامله يا منى. كبرت اهو. امك ست كده الله اعرفها يبارك طبعا. فيك يا عم. انا خطيب استاذه ندى اللي في الدور الارضي. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. انا عاوز اطلب منك طلب. اطلب يا عم. انا عاوز اخد رقم تليفونك، واي حد يجي عندهم تتصل بيا تبلغني، ماشي منير. وليك في المره 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه طب منير رقم. ماشي. خد امسك ال 20 دي عشانك. ماشي يا عم. امسك كده، دي عشانك انت دي. ها ماشي. وخد دي هات لي علبه سجاير. خد دي هات لي علبه ايه؟ سجاير. هات بقى سجل الرقم عندك. سجل. عمو ايه؟ انا عايز سلسله زي دي، ماشي هجيب لك. وعايز كلب. كلب؟ هجيب لك. عاوز حاجه تانية؟ لا شكرا. خليك خفيف عشان ما ازعلش منك. هو المفروض يتفق معانا اي حد يجي لندى يتصل بيه علشان يعرف بقى ان في عريس جاي عشان يطفشوه. فهي فكره جميله جدا. حرام، بس ما فيش حرام مع محمود الجملي. خد سجل الاسطوره. اخلي امي تسجلهولي. الايه؟ الاسطوره. يلا اخلع يلا. ماشي. يا امنيه. طبعا امنيه بقوه واقفه عفويه قوي في البلكونه عادي يعني. ومحمود دخل العماره ودخل عند البلكونه وركب وينش تقريبا عشان يطلع يعني ولا الدور الارضي مش عارف. وبيقول لها ايه يا امنيه؟ اختك اللي جابتني. اختي اللي جابتك؟ ما قالت لي موافقه على الخطوبه. اختي تخطبك انت؟ انت كداب. كداب. قالت لي اخو العادي من الحرام، بس ما تقوليش ان انت سرقت ولا عملت اي حاجه. فكرة حلوة على فكرة والله. واحدة مثلا تتجوز واحد بي حرامي وبيسرق وكل حاجة وحشة في الدنيا، تقول له اعمل اللي انت عايزه بس تقوليش. بس أهم حاجة تعيشني، بس ما تقوليش أكني مش عارفة. بص يعني هو إيه مش عارفة. بقى يا أمنية. ماشي هدخل اسألك. ماشي يلا. شوف انت كداب ولا لا؟ أنا كداب مش كداب. هشوف دلوقتي. ماشي. مش عارف ليه كده يعني حسيت بذرة كسوف وأنا يعني بتفرج عليهم. مش عارف. يا جدعان عيلة يعني. هي فاضية. طب عيلة فاضية. يا ندى. هو داخل ايه خطوبة دلوقتي؟ هو انا لسه هستنى يا عم ادخل خطوبة حالا. اتكلم في ايه؟ يا حاج. يا ابني نطتك عندنا يا ابني. النبي علينا ايه؟ عافية ذوقها خطوبة. خلاص ومحدش هيخش البيت ده تاني. انت بتخوفنا يعني منطق البلكونه دي. والله حاسه طيب، مش عارف ليه حاسه كده مهاني. هو مش محترم بس حاسه طيب. عارف انت عشان يتجنن قلبهم طيب ما تعرفهمش صح؟ انا يعني بس انا عارف احس كده، بحس عشان طيب كده. عارف انت اللي هو صايع بس قوي كده، بس ليه جدع. اللي هو مثلا تساله على حاجه معاك يا اخويا حاضر. عارف انت اللي هو صايع بس محترم. اللي هو محترم يعني جدع. عارف الجدعنه. انت مش فاهمني طبعا. انا مش فاهم نفسي اصلا. فعلا كمل. البلكونه دي. يا حاجة. ايه يا ابني؟ ليك هدية عندي هطلعك حجة يا حاجة. حجه بفلوس حرام. انت مالك يا حاج؟ اهم حاجه ان انت تلاقي حج. حرام حلال. اعملي شبه بنتك كانك مش عارفه حاجه. انا ما اقدرش اتكلم معاك انت بالذات. ما اقدرش اتكلم. طب انزل من البلكونه. هنزل بس قولي لي موافقة. خلاص بقى. هو هيبات في البلكونه النهارده غير ما تقولي موافقه. بس موافقه ومش هينزل برضه. هيتجوزك دلوقتي. ما هو لازم ينزل من البلكونه يا ماما. هنعمله ايه يا بنتي؟ انزل يا ابني نط زي ما طلعت.
تعليش صوتك يا حاج، عيب بقى. تقول علينا ايه؟ عندي- كل الناس بتبص علينا. طب انا بقى عايز اشوف الناس، بس تبقى حاجه اسرائيليه كده تورينا الناس هيبصوا عليها. فين يا حبيبتي؟ اهو يا عم. خلاص يا جماعه، الرجاله جت، الرجاله جت، اعدلوا نفسكم بقى، الرجاله جت خلاص بقى. حاجة هند بس هو انا خايفه يا ابني منه. تعالى عايزك انزل تعالى. المليجي بقى ولا فريد شوقي بقى انت؟ يا عم انا ولا المليجي ولا فريد شوقي، انا يا عم راجل غلبان. اهم حاجه التواضع، اهم حاجه التواضع. انت لو متواضع هتبقى قوي، لو مش متواضع هتبقى قوي برضه عادي. خلاص تعالى هعمل لك اللي انت عايزه، يلا. وسع طب. طب انزل يلا. مفيش يا بنتي. وسع على البابا جه، اي حد ادوس عليه. وسع على البابا انا خايفه منه جه، قوي يا عم. اي حد ادوس عليه. وسع على البابا. اللي هم اللي هو يتفرج بقى خلاص، ما هو نزل بقى. والله بص وقفتها واحده بقى ولا باقي على الدنيا. مش انت يا عم البابا وانت الاسطوره وانت البطل وانت الدنيا كلها، مفيش منك اتنين يعني. هعمل لك حركه لو عرفت تفكها هديك اللي انت عايزه وهجوزها لك. ايه يا استاذ احمد تجوزه ايه يا استاذ؟ تمام انا معاك في اي حاجه، طلع اللزق عشان انا اعمل اي حاجه. بص لو فكيت اللزق دوت يا ريس تبقى انت قد المسؤوليه. ماشي يلا بينا. يبقى انت ايه؟ قد المسؤوليه. وسع على البابا جه، اي حاجه. انت مش بتحبها؟ على بنتكم يا بنتي ده انا مكرون الدنيا تزعل ولا تزعل اليوم اول ما عرفت انك عايزني. خلاص كده اتخانق. هيربطوه ويبلغوا الشرطه بقى كده واللي يعني اللي يحلها 1000 حلال واللي يجيبها 1000 استنى اخدها اعمل منك. لك محضر سرقه تمام، ومحضر انت اتهجمت على الشقه، ومحضر سرقه بالاقرار. ده معلم 25 سنه سجن. ايه يا استاذ احمد؟ والله ما احنا اعمل سايبين. لك 50 محضر. انت يا مكسور. 25 سنه يا سجن. استاذ احمد. مش هسيبك انا في الاسم. ولا نقول عامل توبه حل. سجاير. ثواني يلا نقول توبه حل البتاع دوت. انا نقول اي توبه من يا عم الارض. تفوق لنفسك بقى يا عم. فيها فوق باشا. لنفسك بقى وتسرقها يا عم. ما عندوش دم. فوق لنفسك يا عم وتسرقها. يا عم فوق لنفسك. 25 استاذ سنه احمد مالكش دعوه بيه. كده عافيه مع الناس. والله العظيم ما سايبولك الا في الاسم 25 سنه سجن. 25 سنه. بس انت ما تضربوش اللي يعمل لك نصيبه ده. هتعملي له محضر. ماشي، هتعملي له هعمل محضر له، وانا هعمل له محضر. 25 سنه وهطلع سرق لك. منك موبايل. 25 صوره يا استاذ احمد. لا ولا صوره ولا حاجه وانا اتهجم عليا. هو يروح تمام؟ 25. اهم حاجه الحق رجع لاصحابه، ده اهم حاجه في الحياه كلها. وبس كده يا جماعه، هو الفيديو خلص بالنسبه لهم وبالنسبه لي برضو. ما انا هعمل ايه بعد ما الفيديو يخلص يعني؟ ادخلوا على تيك توك والانستجرام، اعملوا فولو عليهم، بنزل حاجات تحفه هناك، تحفه 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 بجد، حاجات تحفه. فاعملوا فولو عليهم واعملوا سبسكرايب هنا ولايك، وابعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم، وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو نزله جديد يجيلكم كده كده اللي هو عمر نزل فيديو. وادخلوا على الانستجرام، بعمل كل شويه اسك بقول لكم اعمل ايه في الفيديو الجاي. لو انتوا عايزين حاجه معينه اتكلم عليها ادخلوا اكتبوا هناك وهتلاقوا امركم اتنفذ هنا على اليوتيوب. دلوقتي نقدر نقول السلام عليكم يا رجاله.